السلام عليكم، عاملين ايه؟ هقول لكم النهارده ان شاء الله على 7 افكار للغدا، افكار اقتصاديه. هنعمل غدا ل7 ايام، هيكون ب200 جنيه، وهتكون كلها اكلات مناسبه لاخر الشهر زي الايام اللي احنا فيها دلوقتي. هقسم الفيديو جزئين، هجمع لكم في اول جزء الطلبات اللي انتوا هتجيبوها، تاني جزء الوجبات هنعمل كل يوم ايه. فاحنا هنجيب الاول الخضار، هنجيب 2 كيلو ونص بطاطس حدود 20 جنيه، وهنجيب 2 كيلو بتنجان. البتنجان الأيام دي رخيص وحلو قوي. آه وهنجيب 3 كيلو طماطم. الطماطم برضو الأيام دي جميلة وحمرا. هنجيب ربع كيلو جزر. هو الجزر عندي آخر مرة أنا كنت شارية الأسبوع اللي فات كان ب12 جنيه، بس أنا حطيت للربع 5 جنيه. هنجيب كمان 7 بيضات. البيض عندي 4 ونص، بس هو طبعا باختلاف الأماكن، فال7 بيضات ممكن يعملوا مثلا 35 جنيه. وربع كيلو فاصوليا بيضة، أو ممكن تبدلوه بلوبيا على ربع كيلو الفاصوليا ب18 جنيه. وهنجيب ربع كيلو عدس خط أصفر في حدود 15، أو ممكن يكون أقل من كده، جنيه أو 2 جنيه. وهنجيب رز، هنجيب كيلو ونص رز. ده رز اللي هو كويس، الحبة العريضة. عايزين تجيبوا أنواع أقل برضه، ده هيوفر معاكم في الفلوس، مفيش مشكلة. وهنجيب كمان ب5 جنيه شعرية. وهنجيب كيلو مكرونة اللي هي صغيرة الخواتم، هتكون بحوالي 24 جنيه 22 جنيه على حسب الأنواع الموجودة عندكم. هنيجي بقى للجزء التاني من الفيديو، وده هيكون الوجبات. أول يوم إن شاء الله ممكن نعمل مسقعة. هناخد بطاطستين مع حوالي كيلو بتنجان، ولو عندنا فلفل ممكن نحط، مفيش يبقى خلاص. برضو احنا هنكون جايبين طماطم، فهنضرب الطماطم ونعمل الصلصة بتاعتها بالثوم. تاني يوم ان شاء الله نعمل عجة بيت، هنستخدم فيها جزر وبصل لو موجود عندنا في البيت. ممكن نجيب خضرة مشكلة برضو ما حابين تحطوا عليها، نعملها مثلا ب4 بيضات. وتالت يوم نعمل فاصوليا بيضة ومعاها رز بالشعرية. ورابع يوم كشري اسكندراني، لو برضو عايزين طريقته قولي، ممكن انزل لكم اي طريقة اكلة من دول. واليوم الخامس مكرونة محمرة، ونعملها بمرقة مرقة دجاج. نحط عليها مكعب مرقة بعد ما نحمرها ونزود عليها مية. وبعدين اليوم السابع بطاطس مسلوقة ومهروسة كده، وناكل معاها بتنجان مشوي اللي هو أبو غنوج، أو بتنجان مقلي اللي انتوا حابينه. لو في فلفل عندنا في البيت ممكن برضو نقلي فلفل جنبها. اليوم السابع هنحمر بقية البطاطس. شوفي يبقى عندنا من 2 كيلو ونص، ونعمل مع البطاطس المحمرة ممكن نعمل شكشوكة ببقية البيض اللي عندنا. بس كده خلصنا ال7 وجبات. وإن شاء الله استنوا الفترة الجاية هنزل لكم فيديوهات فيها أفكار أكتر. ولو عايزين فيديوهات من جعل فوق